بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم نجوم الشيلات. يتجدد بكم اللقاء مساء كل ثلاثاء، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. معي في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نجوم مميزين، نجوم لهم بصمة قوية في الساحة الإنشادية، وكذلك شاعر مميز أيضا له بصمة قوية في الساحة الشعرية. باسمي وباسمكم مشاهدينا الأعزاء أرحب بضيوف هذه الحلقة المنشد المعروف حاكم الشيباني. حياك الله حاكم. حياك الله. سعداء بتواجدك والله يحييك معنا. الله يبارك فيك. يا مرحبا بك. أيضا مشاهدينا الكرام أرحب بالمنشد حاكم الشاطري. حياك الله حاكم. الله يبقيك يا ابو محمد ومسي عليك بالخير وعلى متابعينا من خلف الشاشات. يا مرحبا بك، وحنا سعداء بتواجدكم معنا. والله انا اكثر وانا اخوك، طول عمرك. الله يحييك. ايضا مشاهدينا الكرام يشاركنا الشاعر بدر غازي. حياك الله بدر. الله يبارك فيك ان شاء الله. سعداء بتواجدك. والله احنا اسعد والله يجملنا معكم ومع مشاهدينا الاعزاء. الله يحييكم ويحيي الجميع. ايضا نرحب بالحضور الكرام. حياكم الله يا اخوان. ابو ماجد ومفلح نسيت اسمه الصغير نواف. حياكم الله جميعا. لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام التواصل مع ضيوفي الكرام عبر هاشتاج البرنامج هاشتاج نجوم الشيلات، أو كذلك عبر الحساب الخاص اللي يطلع في تباعا على الشاشة. في البداية مشاهدينا الكرام، حنا طبعا متعودين أن نبدأ مع المنشدين، لكن أنا أستاذنهم بنبدأ مع الشاعر على أساس الله يطول عمرك. بنبدا معك اليوم يا شاعرنا، والله يعينك علينا. المنشدين يقولون وجه الاسئله كلها للشاعر. انا تحت امرك. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. في البدايه ودي تحدثني بس عن شيله عاصفه الحزم. هي تقريبا من اول ما طلع في الشيلات الوطنيه، وعن عاصفه الحزم هي تقريبا من بدايه ما الشيلات اللي طلعت. والله الحمد لله. في البعض اعتقد سماها الشيله المليونيه وكذا. هي هذا بمناسبة وصولها إلى 7 مليون زيارة تقريبا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. هي عندنا عدد المشاهدين وصل كم؟ 7 مليون تقريبا. ما شاء الله. احنا قدمنا شيلتين. الشيلة الأولى كانت قبل عاصفة الحزم. إيه؟ والشيلة الثانية كانت في أثناء عاصفة الحزم. تمام. وكلها من كلماتي وأداء النجوم. ما شاء الله. ما شاء الله. ونعم في المنشد وفي الشاعر وفي المنشدين وكلكم. هذه طبعا الحقيقة يعني الشيلة اللي كما يعني سماها البعض الشيلة المليونية. الحمد لله. الحقيقة لها أصداء قوية طيب كنت متوقع أنها توصل للأصداء هذه؟ لا والله إطلاقا. مرة. لا أبدا، ولكن العمل على النية هو كان من أجل الوطن، وفقنا الله عز وجل. الحمد لله. طيب كيف ردود الأفعال اللي وصلتك عن هذه؟ والله الجميع يسأل عنها، يعني في كل مكان أتواجد فيه يسألون عنها. بالضبط. طيب في سؤال أنا جاني عن توظيفك البيت تقريبا الأول أو الثاني اللي يقول شالها حاكم على اللحن القصير يجاوبه حاتم. لا، شالها حاتم على اللحن القصير يجاوبه حاكم وكاتبها بدل. طيب توظيف البيت هذا أنت وظفته في بداية القصيدة، ولا بعد ما تأكدت أن الشعار هم اللي المنشدين هم اللي بيشيلونها؟ لا والله احنا العمل قبل لا أكتب القصيدة كنت يعني جلست أنا وحاكم وحاتم واتفقنا على أن نقدم العمل وكتبتها بناء على اتفاقنا. ما شاء الله. نعم. حبيت أضع بصمة المنشدين والشاعر من خلال بيت القصيدة، وهذا من حبيبها. توظيف طبعا ما يستغرب منك. الله يطول. شاعر وعلم، والحقيقة التوظيف في محله. أعتز بشهادتك. والقصيدة جميلة وشيء في الوطن ما في شك أنه الحمد لله الكل يقدره والكل يعطيه الاهتمام. طيب نسمع منها بيتين وبعدين يشيلونها الشباب. يقول زيد يا الهاجوس هذا الوقت ليا. يا سلام. شاعرك يضرب دروب المهمهية. يا سلام. شوش يا راسي على اللحن الحماسي وغني يا حاكم بالألحان القوية. غني يا حاكم بالألحان القوية. يا سلام. طيب نسمع الشيلة. زيد يا الهجوس هذا الوقت ليا، شاعرك يضرب دروب المهمهية. شوش يا راسي على اللحن الحماسي وغني يا حاكم بالألحان القوية. زيد يا الهجوس هذا الوقت ليا، شاعرك يضرب دروب المهمهية. شوش يا راسي على اللحن الحماسي غني يا حاتم بالألحان القوية. الوطن تنزف على شانه دمانه، الشجاعة طبع في النفس الأبية. يا بلادي واصلي والله معاكي، كلنا يا موطني لأجلك ضحية. الحروب هي
رددي الله أكبر لا يهمك ديننا الدافع وحبك والحمية يا بلادي كلنا نحمي ترابك كلنا وارواحنا لأجلك هدية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية واطرف حنا حماة الدين حنا ما تركنا لأهلنا غير الوصية مرنا وانفاسنا وارواحنا لك طايرة في الجو وارضك مدفعية الطلب جيناك في الصف الأمامي حزة يعبر خوي في خوية كلنا كلمة رجل واحد محنك ضبط الميدان وافراد السرية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية ماني عادك ابشري حنا عدوه درع ثابت والبنادق في يدي يا وطننا لانكشف ستر العذارى والله إنا ما رضينا بالسوية السلامة في بعض الأحيان هانة والعدو ما بين ذيك وبين ذي يشتري سلامته ويصد عنا أو يجي ويطيح في النار الضية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية يا وطننا لا تفكر في عدوك المسمى ما علينا من سمية ديننا لمن ومرنا ما عصينا اعتبرنا مهبل بحبك كذية مشكلتنا مهبل لا تعانى الموت فينا جاهلية طبعنا يوم التحدي والعنادي صبت الكمان صب الشاذلية رددي الله أكبر يا بلادي كلنا جيناك المنية رددي الله أكبر لا يهمك ديننا الدافع وحبك والحمية أكبر أكبر. الله يجزيكم. بيض الله بيض الله وجهكم. يجزيكم. الله يعطيكم العافية الله يعافيك. وصح لسان الشاعر يستاهل الوطن. بيض صح. الله بداية. وجهكم. الحقيقة وجهك أعطيتوها اللحن اللي هي تستحقه وأيضا الأصوات الله يطول بعمرك يا محمد. حاتم الشاطري وحاكم الشيباني شهادة نعتز لكن فيها غلط في محمد. الأسماء بس لا لا، أنا لا. اسمع لكن الله يعطيكم العافية الله يعافيك. أبيض. توافق في الأداء في الصوت حتى في الأسماء ما شاء الله الله يطول يريحوني واجد. توفيق من الله. اقول اسمائهم ما شاء الله ريحتني واجد بالله. قدام القصيده. طيب أنا بريح المنشدين شوي ودي آخذ منك يعني لاحظك دائم في القصائد الحماسية وفي المنبرية وما شاء الله يعني حضور ويعني أداء إذا حضر بدر غازي خلاص يعني المنبر والمشاهد يطلع إلى الإبداعات للأمانة يعني. اللهم لك الحمد. فما أدري يعني وينك من القصائد الثانية مثلا الغزي؟ احنا يعني كمتلقين دائما نشوفك في الحماسية في المنبرية في المدح ما شاء الله في القصائد الوطنية كذلك يعني أبدعت. القصائد الجانب الآخر اللي يبيه أيضا شريحة ثانية من المجتمع مثل الغزلية الاجتماعية القصائد هذه وينك منها؟ السؤال في حقيقة في محله وكثير اللي سألني السؤال هذا إيه؟ لكن هذا ما يعني اني انا ما قدمت شيء غير الشعر الحماسي. لا اكيد لكن اللي انتشر عند الناس تداوله الناس هو الشعر الحماسي. قبل شوي انا جالس انا وحاتم عندنا مشروع شيله جديده باذن الله دوتو حاتم وحاكم ما شاء الله. القصيده غزليه من كلماتي انا ما شاء الله. وفي قصائد غزليه برضه طرحت بصوت حاكم وصوت حاتم وصوت منشدين يعني لكن يعني بعضها انتشر وبعضها جاء الشلات الوطنية والشلات الحماسية يعني واخذت الضوء تقريبا. طيب احنا موجودين في كل المجالات. طيب احنا اليوم ودنا نطلعك للجمهور بالصورة الثانية ودنا اليوم نسمع منك غزل. الوطنية ما يحتاج هي الوطن حبه والكلام فيه يمشي أجمل شيء أنت غزل فيه ما في شيء. لكن احنا بنطلع للمشاهدين اليوم بصورة البدر غازي بالوجه الثاني. أبشر.
نبي نسمع غزل. نبدأ بغزل ولا؟ لا نبدأ بغزل خلنا. طيب يقول ولا إذا أنت محضر واحدة ثانية؟ والله أنا محضر القصيد كله اليوم كله محضر هذا الشيء. أجل عطنا خلنا نبدأ معك بالغزل ما يخالف. سم. يقول بعض الصدف يا عرب ودي أعرقها لأجل تكرر على شاني وعلى شانه، لحظات من عمرنا لو كان نسرقها من غير لا موعد سابق ولا ميانه. وين عرضت لي عسى الله لا يوفقها راحت وانا اقول عفو الله وغفرانه. وين عرضت لي عسى الله لا يوفقها راحت وانا اقول عفو الله وغفرانه. هذيك لبينت لحد يضايقها الناس تزعل اليوم من جات زعلانه، من شافها غصب عن خشمه بيعشقها. لو كان مالي بها مقصد ولا خانه بس الحلا مغرب الدنيا ومشرقها. يذكي احلى القصيد ويقطع لسانه غرو تعداني ورفت بيارقها. تمشي على هونها تقول تعبانه بانت وكان لها ولا مر يطرقها. يعود موزن ورمانه ورمانه بانت وكن لها ولا مر يطرقها. يعود موزن ورمانه متعزل جسمها سبحان خالقها. الخصر جوعان والارداف مليانه بعض المطبات لا عدة تضايقها. اظن هذه ما هي مجرد انسانه بعض الملامح من اللمحه تفرقها. ومن العبايه بعض الاشياء جزعانه يضيقها غصب ولا انها تضيقها ما ادري. لكن نغمه الخطوات رنانه كن العسل نابت في وسط منطقها كلامها عزف يدانه ويدانه. كن العسل نابت في وسط منطقها كلامها عزف يدانه ويدانه. والعطر قدام لا تصل يسابقها وكل العذارى يصيحن جتكن فلانه. ما ردني يا جماعه انا معانقها الا مخافه ولي العرش سبحانه. يا سلام صح لسانك بيض الله وجهك. الحقيقه ابداع يا بدر. الله يطول في عمرك يا محمد. يعني سواء على القصائد المنبريه او كذلك الله يطول اليوم الحقيقه يعني تطلع للجمهور بصوره ثانيه. الله يطول القصائد الغزليه ما شاء الله تاج على راسي شهادتك محمد. الحقيقه شيء ابداع. الله يطول في عمرك. طيب نروح نبدا معك يا حاتم ولا مع حاكم؟ طيب يا حاكم عرفنا عن بداياتك. الجمهور وده يعرف بدايات حاكم. والله بدايتي لي تقريبا الان سنة و9 شهور. ما شاء الله. أيوه. سنة و9 شهور وقاعدة جماهيرية قوية. هذا دليل على هذا الأداء كله توفيق المتميز من الله سبحانه الحقيقة. طيب في أحد أعطاك يعني والله دعم الوالد دائم لابد انه يكون. ايوه الحمد لله. وفي يعني في أحد حاول أنه يثنيك عن هذا أو أنه لا بالعكس أنا لقيت التشجيع ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. طيب فيه عندك شيلة اسمها أعتقد أنت سميتها الحياة. إيه هذه من كلمات الشاعر خليل بن هدلان. نعم. سعود بن نيال. طيب نسمع الحياة يا أبشر بس. الزمن يدور والحياة هالرقطة تدور كل ضلع نايف تنطوي في فيته. كان حنا ما دفنا الحياة بالجحور بعد بكرة كل جحر تجينا حيته. والمواقف ما تبكود رجال الجسور شرهت الفارس على سيفه وجنبيته. والله إنا ما ربنا على دهن السيور نوطم المجنون ويطيب من جنيته. الزمان يدور والحياة الرقطة تدور كل ضلع نايف تنطوي في فيته. وكان حنا ما دفنا الحياة بالجحور بعد بكرة كل جحر تجينا حيته. من خذاه ابليس للطيش وعمه الغرور تاه بكبار النوايب صغر عقليته. ومر مروحه ما بين الذياب والنمور راح حسبه من حساب العباد الميته. والدروب اثنين درب ظلام ودرب نور علموا من حث سيره يعرف نحيته. والرواسي ثابته والحقايق ما تمور
شوف الحق يعرفها من ماريته. الزمان يدور والحياة الرقبة تدور، كل ضلع النايف تنطوي في ميته. وكان حنا ما دفنا الحياة يا بالجحور، بعد بكرة كل جحر. السلام عليك، الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية. طيب نروح لك يا أخوي حاتم، حياك الله معنا. الله يبارك بعمرك. حاتم، كيف تشوف الساحة الإنشادية في الوقت الحاضر؟ كيف والله الساحة الإنشادية مليئة بالنجوم، كلها نجوم. طيب النجوم هذا اللي يخدموا الساحة يعني في الوقت الحاضر؟ والله بشكل كبير، يخدموها بشكل كبير. احنا ودنا انهم يخدمون على اساس انهم يفكون ايضا يعني المستمعين من الفن الغنائي. تتوقع انها اثرت عليه؟ والله اثرت بشكل كبير، الان اغلب الناس شيلات. إيه؟ يعني الفن الغنائي شبه انه يعني بينتهي تقريبا. نعم. يعني كل المستمعين شيلات، اقلبوا على الشيلات كلها. ايه. زين. منهم خالد ومنهم كثير مغنيين وفاضل. إيه؟ اغلب الفنانين تحول للشلات، لان الان الجمهور تقريبا إيه؟ توجه للشلات ويستمتع ويستعد بالشلات. احسن، والله هو المفروض هو احسن، رغم ان الشلات الان بدات تحول على الاغاني، بدهم يحطون ايقاعات الله يكفينا شر، حد ما يدري هي حلال ولا حرام. إيه؟ في اللي يقول حلال وفي اللي يقول حرام. في سمعت ان فيه احد يعني يدخل الموسيقى على بعض الشلات. هو المنشد يدري ما يدخلها. المنشد؟ لا ما ندري والله، اذا عاد المهندس بيحطها في ذمته. نشوف فيها سمعت انه في احد يدخلها؟ والله انا ما سمعت. انا سمعت اعمال يعني احس فيها. بس بعض الاعمال يكون موسيقى بشكل طبيعي. بس المنشد اتوقع يكون عنده خبر ابو صمت. اذا كان في موسيقى المنشد يكون عنده خبر. اكيد المفروض. لا بعضهم على اساس انه الناس يرغبون في الشركه اللي عنده ويجونه يحاول انه يلطف بدون ما احد ينتبه. ايه ممكن ممكن تصير واضحه في الموسيقى، اصوات واضحه اصواتها يعني الوتريات زي الاورج واضح. لكن في الفكلات والارضيات ذي مبينه انها اصوات بشريه. ابشر بالسعد، ابشر بالسعد. طيب المؤثرات يعني الصوتيه خدمت المنشدين؟ خدمت، لطفت يعني جو الشيله وكذا. لو شلنا مثلا المؤثرات قلنا الصوت تشيل ولا ما؟ لا بس المؤثرات تعطي روح يعني للشيله، تعطيها يعني شكل بينه اكثر يعني افضل. والناس صاروا يحبون الرتم السريع يعني صح. يعني سبب المنقيات يعني فيها نعم. في مثلا اللون السامري، لون مثلا الخبيتي، هذا اشوف انه غايب عن الشيلات. ليه؟ يعني اغلب المنشدين الجو الخبيتي بالعكس يستخدمونه عليه. ايه ادري يوافقني حاتم؟ والله انا ما استعمل خبيتي، ما قد استعملته في الشيلات. تحبون الرتم الايقاعات الهاديه والشغل الهادي. تبي الوناسه، تبي الطرب، ما يمدي يبدا اللي هو يعني. طيب حاتم، فيه شيله عندك اسمها الرفيق. هذه والله من كلمات الشاعر بدر غازي اللي من ديوانه اسرار العتب. نعم. طيب نسمع الرفيق يا حاتم، الله يعطيك العافيه. لا يا لها جسر ليس مر الليل ما نام على الهون، نفسي ما تحمل زعلها. طريق القوافي ينتظر قلب جزم من الفكر، فكره ما تدور بدلها. قصيده من الواقع تشابه الأحلام، تشرفني ويفخر بها اللي نقلها. ولا يا رفيقي والوعد معك قدام، وانا عند ظنك والمواقف لها. لي عدني الصاحب على وقت حزام، علي الحرام اني لا كبرات جملها. ليا قمت قالوا له رفيقك لها قام، وبثني لها لاحتاجني واحتملها. لكني لي احتجت ما تثنيها الايام،
يشيل الحمول ليعتزت بشلها عسى اللي يكبون الخويلين ينضام قبل لا يكبون يعجل أجلها بعضهم هروج لا هرج كبر الأهرام ليوحي تهرج قلت هذا بطلها لكنك ليحتجت يشابه للأوهام يعود ورا والأول ما يصلها حكي والحكيم والله يطول أقزام ما يرفع مقام العالم لا عملها خذلها زمن لو كنت ماني بالأوام ما هو ذنب إن الوقت هذا خذلها الأيام صفحة والفعل مثل الأقلام وصبر النفوس طال يبحث مللها بعضهم تزهل وارتكى وانجز الزام وبعضهم تزهل فالمواقف وكلها ليا صرت تقدر كرميدين الأكرام وإذا صرت ما تقدر ما هو عيب قلها عشان الطريق اللي مشت فيها الأقدام وعلشان كلمة قالها ما فعلها الطريق اللي مشت فيها الأقدام وعلشان يا سلام عليك يا حاتم، وجهك ابيض. بيض الله وجهك وصحة لسانك، الله يعطيك العافية. فيه الجمهور اللي متواصلين معنا طبعا فيه المنشد السلطان الفريدي او الفريدي يقول حي المنشدين والشاعر الكبير بدر، كذلك مقحص الكودري يقول حي المنشدين اصوات السعد، تحيه خاصه للشاعر الكبير بدر غازي، يقول اطلب شيله يا ليل ابشكي حارس السور. هذا من اللي منشدها؟ هذا انا منشدها. ايه ان شاء الله تكون موجوده معنا الليله ونسمعها مقحص الكودري. كذلك معي زياد المطيري يقول كفو والله بيض وجهكم واشكركم على هذا الحضور. ايضا في احد المرسلين يقول اشكركم على هذه الحلقه الحماسيه التي تضم عمالقه الانشاد مع شاعرهم. الحقيقه هذه فعلا هذه من الميزات الجميله ان الشاعر ومنشدينه مع بعض، هذه الحقيقه يعني اداء متميز، وايضا فيها مثل هذه الالوان الجمهور يحبها. اذا شاف مثلا الشاعر والمنشدين كل واحد في تفاهم بينهم، في تناغم سواء في القصيده او في الاداء، الجمهور يقول انا اشكركم على من زمان ننتظر هذه الحلقه الناريه، مشكورين. طبعا شكرا لاخوي فهد الدوسري. في الحقيقه الرسائل طبعا في الهاشتاج البرنامج، لكن عملنا ناخذها على فترات. نروح لك اخوي بدر، بس عندنا ايضا احيي الاستاذ تركي الدوسري يقول خلوا عنكم طيب يا ابو سلطان، احنا نتفاهم ان شاء الله انا وياك في حلقه ثانيه. اخوي بدر، في بالنسبه للمنشدين يعني انت مثلا تبحث عن صوت معين انك تعطيه مثلا القصيده، او في يعني منشدين يبحثون عن الشاعر ياخذون منه؟ والله في منشد اللي حريص على شلة انه تكون ناجحه يبحث عن الشاعر المميز، كذلك الشاعر اللي حريص ان شلة قصيدته تكون ناجحه وتصل الجمهور يبحث عن المنشد المميز. يعني سجال بين الشاعر والمنشد، المنشد يحتاج الشاعر والشاعر يحتاج المنشد. ما في شك. لكن في الفترة الأخيرة أتوقع أن المنشدين يعني طغوا على الساحة الشعرية. هذا واقع ما هو توقع. يعني المنشدين الآن، والدليل أن القصيدة توصل بصوت المنشد أحيانا ما يدرون منه شاعر، لكن يعرفون أن الشلة الحاكم الشيباني ولا الحاتم الشاطري، بس ما يدرون أنها من كلمات فلان ولا فلان. أي نعم. طيب وش بتسمع جمهورك يا بدر؟ بسمعهم النار والجنة. هذه من جديد. الله يرزقنا الجنة بدنا وياك المستمعين إن شاء الله. طيب يقول العمر ما بعده إلا النار والجنة، العمر ما بعده إلا النار والجنة، والناس مستسلمة ما هي محتجة، من جاه موته ما هو ناشده عن سنه، لو كان في فمه ما بيموت ما بجه، من جاه موته ما هو ناشده عن سنه، لو كان في فمه ما
بيموت ما بجه الناس تفرق وكل يختلف ظنه، أحد مضيع واحد في الدرب متوجه، ميزت طبع البشر في هالزمن وإنه ما تتفق عند راي إلا بعد صجه. ندري إن اختلافات البشر سنة، بس ما دريت إن بعضهم طار فالعجه، بعض البشر ما لبس له بشت لكنه جزل فعل وانهرج دايم قوي حجه، وبعض البشر يلا هلك الحمد والمنه حتى لو انه لبس بشته على الدجه. بعض البشر ما لبس له بشت لكنه جزل فعل وانهرج دايم قوي حجه، وبعض البشر يلا هلك الحمد والمنه حتى لو انه لبس بشته على الدجه، لوازم الربع لا مرا تعدنه، وليا هذا الوضع جاله لا حكوا لجه، سلم على اللي على الموقف ضحك سنه، اللي انت خيت به فز تقول به رجه، وقت الحكي ما ترد الخايبه عنه، وان جات للفعل باب الصام لها فجه، واقصر عن اللي لا جات الصام له كنه حجي ويفرد عضلاته على حجه. واقصر عن اللي لجات الصام له كنه حجي ويفرد عضلاته على حجه، مغنيني الله عن هيله وعن بنه، يلي يتغنى الشعر مغنيني الله عن هيله وعن بنه، خير من شوفته يا عيني السجه، يلي يتغنى الشعر خذ قافي وغنه. الناس في تالي الايام مرتجه، ما عاد ندري وش الواجب من السنه، ويا ليت نتفق له بعد صجه. سلام يا سلام عليك يا بدر، صح لسانك، الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك. الله يفتح عليك. اخوي حاكم، لبيت محتج، تبحث عن شاعر معين تشيله ولا؟ أنا أبحث عن الكلمة. عن الكلمة اللي توصل للناس. إيه يعني تعجب بالقصيدة؟ أكيد حتى القصيدة الزينة يجي عليها اللحن بغض النظر عن الشاعر. إيه طبعا. لا أهم ما عندي أنا القصيدة بس. القصيدة نعم، إذا كانت جزلة. طيب أثر الإنشاد مثلا على حياتك الاجتماعية، عملك، حد من؟ بالعكس يعني اللهم من الشهرة بس. إيه والله حياتي ما تغير. طيب وش بتسمعنا يا حاكم؟ سمعت لك واحدة القلوب الحية من كلمات الشاعر يوسف بن عتقان. نعم. طيب عطنا شاي. حط في قلبي على طول الدهر مرية، استعنا والله اللي في ذراها منا، والغرام يسكن الا في القلوب الحية، يا حمام الورق خاف الله لا تشغلنا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا، استعنا والله اللي في ذراها منا، والغرام يسكن الا في القلوب الحية، يا حمام الورق خاف الله لا تشغلنا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا، استعنا والله اللي في ذراها منا، ما يسكن الا في القلوب الحية، خاف الله لا تشغلنا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا، والله اعلم بالغلا اللي في الحشا سكننا، وانت نوحك زاد بيه همي على ما فيه، من سبب رعى الجدايل والحلا والحنة، حط في قلبي على طول الدهر مرية، استعنا والله اللي في ذراها منا، والغرام يسكن الا في القلوب الحية، يا حمام الورق خاف الله لا تشغلنا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا، الزمن والبعد منا والمحبة منا، والله ان الروح من نار الهوى مبرية، خلنا يا صاحبي نرجع مثل ما كنا، ما يغير وضعنا غير اختلاف النية، استعنا والله اللي في ذراها منا، والغرام يسكن الا في القلوب الحية، يا حمام الورق خاف الله لا تشغلنا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا، عادت الايام تكشف ما سكننا عنا، واترك اللي فات في صفحاتها المطوية، استعنا والله اللي في ذراها منا، والغرام يسكن الا في القلوب الحية، استعنا والله اللي في ذراها منا، والغرام يسكن الا في القلوب الحية، يا حمام الورق خاف الله لا تشغلنا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا، كل ما جريت صوتك زدت قلبي كيا. السلام
عليك يا حاج، بيض الله وجهك. اي والله مبدع يا ابو صنعت، الله يعطيك العافيه. الله يطول عمرك. حاتم، سم. وش عندك بتسمعنا يا حاتم؟ والله بحر جدة؟ بحر جدة. من كلمات بحر جدة؟ الشاعر الكبير سداح، ومسي عليه بالخير. سداح يستاهل، سداح العتيبي؟ الله. ونعم والله يستاهل، وشاعر علم الحقيقة سداح. ما يحتاج ولا يختلف عليه اثنين. الله يعطيك العافية. طيب نسمع سداح، نسمع بحر جدة كلمات سداح. الله. يلا. يا مسافر مع جناح الطير، حسبي على طير من هده، ضبك جناحه وعين خير، وحبال الاشواق ممتده. يا بنت مالا السفر تبرير، خص اللي يا طارت المده، انتي تقولين جده غير، وانتي بعد غير عن جده، وانتي بعد غير عن جده. يا مسافرة مع جناح الطير، حسبي على الطير من هده، ضبك جناحه وعين خير، وحبال الاشواق ممتده. جيتي بحرها وجاك مغير، مشتال موجه على يده، الموج وده يضمك من البحر وده ولا وده. يا نفحة الشيح والنوير، سداح باح الجفا سده، وش خانة الشعر والتعبير، ابني لك البيت وهده، ابني لك البيت وهده. يا مسافرة مع جناح الطير، حسبي على الطير من هده، ضبك جناحه وعين خير، وحبال الاشواق ممتده. دايم وطيفك ضحى وعصير، شن هجمات مرتده، واليا عرض لي عكست السيف، سيلت دمعي على خده، الياس يقضي على التفكير، وابسع ورا الصبر وارتده، ونادي الحلم لا التفسير، ولا زلت ولا زالت الشده، ولا زلت ولا زالت الشده. يا مسافرة مع جناح الطير، حسبي على الطير من هده، ضبك جناحه وعين خير، وحبال الاشواق ممتده. من يومك انتي وكنت صغير، نضحك على العمر ونعده، واليا حصل بيننا تقصير، انصد ولا تبطي الصداح، لين ابتدى الشيب والتوقير، وعلاقتي معك مشتده، محبه وحشمه وتقديري، ضدنا الوقت وانضده، ضدنا الوقت وانضده. ما انتي على موجة التغيير، يا بنت الاجواد محتده، وياللي تقولين جده غير، انتي بعد غير عن جده، انتي بعد غير عن جده، انتي بعد غير جد. يا بيض الله وجهك، صح لسانك. وانت بعد غير الحقيقة، اقول وانت بعد غير الله يطول بعمرك. الاداء في الصوت. الله يعطيك العافيه. وافي طول عمرك. نشوف الرسائل اللي في تويتر من بندر الشاطري، يقول اشكركم، وايضا محمد المترك النفيعي يقول جلسه ممتعه، اشكركم. كذلك دانا العتيبي منورين واشكركم، وكذلك من عند غريبه رنا اشكركم ايضا على البرنامج. تركي هليل يقول صح لسان الشاعر بدر، وصراحه المنشدين مبدعين طبعا ما في شك. في الحقيقه العديد من الرسائل، لكن فيها واحده شغلنا عند. طيب اخوي بدر، اللي يشغلك هذا وش بالضبط؟ نبي له برغبته عشان ما عاد يشغلك.
هذا يقول أبي أسمع المعلم وقصيدة المعلم، يقول مس على بدر بالخير، نبي قصيدة المعلم. إذا كنت حافظها ولا ما رتبت لها والله، ما رتبت لأنها قديمة القصيدة، يمكن قبل 6 سنوات وانتشرت مؤخرا، يعني اتوقع ان الكل سامعها. تقريبا كانت من تصير انا مدرس يا شيخ استغفر الله لا تقول ما باقي الا هذه، الله لا يقولها يا بدر. المهنه اللي تحتقرها الناس، والله لو تزول مكان تلقى واحد يتلو من المصحف سطر. طويلة القصيدة والله ما أتحمل. هي كانت أعتقد من البدايات اللي طلعت البدر غازي. لا مو من البدايات، لا بدر بادي قبلها ب10 سنوات، لكن القصيدة قديمة وبحثت يعني مؤخرا من مصر على فكرة. لا والله كانت تطلب مني أنا مضيع القصيدة. لا لكن جات من مصر، كان معنا زميلنا أستاذ شريف الله يمسيه بالخير وحافظها وارسلها لي، وانا حقيقه فرحت فيها لاني كنت ابحث عنها وكنت اسال عنها. في لها مناسبه معينه؟ المناسبه طالب قلت له شد حيلك معلم، يعني انا معلم ما شاء الله، شد حيلك بكره تصير مدرس. انا احسب ان المدرس حسبني جايب الراس غليظ. قال اعوذ بالله اصير مدرس، جرحني يوم قال الكلام هذا. والله بيني وبينك يعني معطيات الحياه ما حق حقيقه. لا بس الان الطالب هذا ما شاء الله مهندس والله ما شاء الله ان شاء الله. الله يوفقه. طيب وش بتسمعنا يا بدر؟ بسمعكم النظارة الطبية. يا سلام نسمع. انت قلبك خضر الظاهر تبي الغزل. ما يحتاج. يقول من نجد لين ديارك المحمية اخط حرف يبلغك. طبعا القصيدة هذه شلها ابو صنة حاكم الشيباني في ديوانه يدفعني الشوق، موجود السوق حاليا. هذه دعاية مجانية ابو صنة، تعطيني شوي حقها. يقول من نجد لين ديارك المحمية خط حرف يبلغك وشفية، من نجد لين حدود موطئ رجلك والهامتك يا دنيتي المعنية سلام، والمعنى على مودك وهذيك لعيونك تشابه ذيه. قلتي تعبتي والبلا تعبتك، لكن نذر بدر على طيب نية يا دنيتي لا قلت لك تعالي تكفين، لا تقولين أنا ما فيه لأنك إذا جيتي تجيني روحي شوفك جمع لي أطرافي المرمية ونة شوق لا جيتيني، وإن غبتي الونة تبدل 100 شوي، واكل كفك من اللهفة وكل الخلايا في حضورك حيها، غمض عيوني وطفي الشمعة والنور خافت والعطر في يديه، أحلى ترانيم الموسيقى انفاسك وحرارتي في ليلة شتوية، أمد يدي والتراعد يدي كني بأرض من السمو محمية، ساعة ودقت من الشهد مرواني واللي لها أصبح من بعدها ليا، من بعدها كني سكنت بروحك وانتي بعد لازم تكوني فيا، من بعدها كني سكنت بروحك وانتي بعد لازم تكوني فيا، اسكنيني واقطنيني كلي لاجلك اصير الكوره الارضيه، كلي ديارك وزعي بجنودك شوفي بلا نظاره طبيه، اقربك لين اكبر بوسط عيونك، هاك اشربيني في مويه مقريه، ابي اصير بكل عرق بجسمك واهددك بالنوبه القلبيه، وانا واذا عطشتي اشربي من كفي اصبح قراح الشفه الورديه، وانا بحطك وسط حرف اشعاري ولحنك باللهجه الروحيه، نبقى كذا يا لين يظهر فجرك، من بعدها هاك الذي في يديه تعطريبه عطريبه جسمك روحي، وهاك القبعه الشمسيه والشمس لا غابت وغاب العالم، أنا تراني أنتظرك هنية. يا سلام عليك، صح لسانك، سعادة والله وجهك، الله يعطيك العافية، وجهك يا محمد، الله يعطيك العافية. أخوي حاكم لبيت محتاج، صدر لك ألبوم على نزل لي ألبوم، نعم يقول بدر؟ اي نعم قبل 9 شهور تقريبا. ما شاء الله. نعم. كيف حصلت؟ والله الحمد لله لقى أصداء زينة ما شاء الله. يعني. فيه عندك عمل ثاني جديد فيه؟ إن شاء الله بعد العيد بيكون جاهز الديوان كامل. الديوان كامل؟ إيه ديواني الجديد نعم. إيه ما شاء الله. الله يعطيك العافية. طيب فيه عندك يا علي، هذه لها أصداء يا علي ردنا الحمد لله، هذه الآن قاربت 1,000,000 مشاهدة من غير انتشارها عن طريق الويب. الحقيقة كنا نسمع يا علي ولا أدري ولا أدري من هي، لكن ما شاء الله عطاها جوها جدا، وعطاها الحقيقة اللحن ما يستغرب بالله. هذه طبعا فلكلور شمالي. والكلمات بحثنا عن صاحبها ولا قدرنا نحصلها يعني، خليناها فلكلور لأنها يمكن لها تقريبا 90 سنة ما شاء الله. ايه قديم الكلمات. طيب نسمع يا علي. أبشر بس بسم الله يا علي رده.
عليك. مختصرين الشباب. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك. يقول بدر عز الله سريتنا الليله. يقول بدر عز الله سريتنا. ايه بدر ما شاء الله يحب الحماس. اي بالله جدا، الله يبيض وجهك ويعطيك العافيه. طيب حاتم صدر لك البوم يا حاتم؟ لا والله على اللمسات الاخيره ان شاء الله. ما شاء الله. يعني متى بيشوف النور ان شاء الله؟ باذن الله بعد العيد ان شاء الله بيكون على الساعه. عيد رمضان باذن الله الواحد راح ان شاء الله. طيب فيه عندك جناح الصقر، هذه مطلوبه الحقيقه، رسائل كثيره على جناح الصقر في تويتر. تستاهلون هذه للشاعر الكبير بدر بن غازي. طيب نسمعها. مسي عليك بالخير يا ابو غازي. يستاهل. يقول حاتم الكلام اللي نطق بمعتبر، يقول حاتم الكلام اللي نطق بمعتبر، من الغرض يا القصيدة نحتمل صم الجمال. أقول وانا عمك انك عندنا بالمختصر، سيف النقص بهالعظم ما فيه شك ولا جدال. يعتزت اخو بدر ترد لي وانا عمر، انا فدا عنك يا عمي والحمول اهل الجمال. تعيش يا حر نعلق فيك هامة النصر، لا تلومني حتى لو اظلم منك شيء من المحال. انت سمي يا اخوي وابن اخوي ما باقي عذر، قدمتها واليا كبار تتحط جابه للسؤال. العمر واحد والبنادم ما يعيش الا عمر، لازم تعرف ان الزمن ما بين واقع واحتمال. الرجل لا منا حضر يعرف ليا منا حضر، وان غاب يضربه وينشد عنه بكل الحوال. تموت وانا عمك ولا تعيش في غبن وسهر، ولا تعيش العز والايام في بطن الليال. اوصيك واذني تاخذ اوصاتي على جناح الصقر، وانصبت طشت العمامه لاجل عينك والعقال. اقولها واقرب عيونك سمى وامرني امر، وصايه للضام يحلى حل من طعم الزلال. عمر عمر وصاك عمك وانتهى حزام الظهر، اسمع كلامه يا عمر عطاك جدرة الخصال. قدمتها لك في قصيدة كان ودك بالفخر. عمر عمر هذه وصاية عمك الدرب العدا، وان كان مالك ظل الناس ما ظل الشفر. هذه الحقيقة يا عمر والشمس ما فيها ظلال. اضرب لي يا عم سدبك الاريام تاهت الخطر، يا طيب تبدي يا عمر لان كان عدت الطوال. اما تعود لا دعاك العلم وانت من تصل، ولا تغيب وتبكي غيابك صناديد الرجال، ولا تغيب وتبكي غيابك صناديد الرجال. بيض الله وجهك. صح حسان، الله يعطيك العافيه. صح الله لسان الشاعرها وبيض الله وجهك. الحقيقه اعطيت اللحن اللي تستاهله والصوت اللي ما مستوعب. الله يطول عمرك والله شهادتك فخر. الله يطول عمرك يعطيك العافيه. جالك سالفه. روح لك يا اخوي بدر. طبعا الحقيقه في ناس معلقين على قصيده المعلم، لكن ان شاء الله نوعدهم ان نجيبها في حلقه ثانيه ونطلعها. باذن الله اعتبرها وعد ان شاء الله نسجلها كليب خاص لقناه الصحراء باذن الله. الاماكن باذن الله. طيب عندي من تركي وايضا محمد براك المريخي يقول حاكم وحاتم بيض الله وجهكم، وايضا الشاعر بدر ما يختلف عليه اثنين. ومن تركي ايضا الحقيقه ما شاء الله جمهوركم خرب الجوال علي. لا بسم الله الله يطول عمرك. هذا توفيق من الله عز وجل. الله يجعلنا من المقبولين ان شاء الله. اللهم امين. طيب في مثلا في الامسيات معك يا بدر تشترط يكون معك يعني شاعر معين ولا؟ لا والله ما تشترط. لا والله ولا اسالهم ما تشترط. والله غالبا ما اسال، احيانا اذا هو فتح المجال او بغى يبلغني، ولا انا ماني حريص انه يكون معي، يعني اتمنى يكون معي شخص يعني يجمل. فغالبا صاحب الحفله حريص على انه يجيب الشاعر اللي يجمل. طيب والمنشدين ما تختار منهم مثلا احد؟ اذا حد مثلا طلب منك؟ والله اذا هو طلب راي اعطي راي. ايه. لكن اني انا بفرض رايي لا والله. احلى القصيده ياخذونها هم يختارون منشدين. طيب. والله بعض قصايدي ما سمعتها لحد الان. لا. اي والله العظيم. الله يطول. طيب وش بتسمعنا يا بدر؟ بسمعك الحاجه والرجل. اي. يقول يا سكة الغادي ويا جرة الغادي ويا سكة الليل، جمعكم الحظ الردي بشها بلال،
والمشكلة لا نور لا درب لا حيل، يعني يبى يقف لو كان رجال. الوقت سكة ليل فيها الشبر ميل، واللي معه حيلة على الوقت يحتال. والله ما يرتاح غير المهابيل اللي ما تجرحهم مع الوقت الأحوال، لو يلحق في الوقت بعض البهاديل أرحمنا الحاجة اللي أجت على البال. والله ما يرتاح غير المهابيل اللي ما تجرحهم مع الوقت الأحوال، لو يلحق في الوقت بعض البهاديل أرحمنا الحاجة اللي أجت على البال. الضيق لكن ما تغيظ المعاميل، والغير رب الكون ما نشكي الحال. يمكن تكسورنا المقادير وتميل، ويمكن يسيل الدمع لكن اللي يسال والله ما تدري عنه حتى المناديل. موت الغناه ولا حياة بهذلال، الرجل يحسب في الليال المقابيل، ويعز نفسه عن تفاهات الأقوال. صمته على الحاجة يهين الأقاويل، وشكواه من شمسه ما يصنع له ظلال. والناس واجد والليالي تهاويل، واللي يميز بينها الناس الأفعال. أحد غني لكن على نفسه بخيل، واحد كريم وخبنته ما بها ريال. هذه بسيطة والمعارك لها خيل، الكارثة في الثانية ريحة المال. تدرون وش يقهر زحول الرياجيل؟ الحاجة اللي تحدهم صوب الأنداء. يا سلام عليك، صح لسانك، الله يعطيك العافية. صح بدنك. في أخوي تركي يقول تكفى نبي من بدر غازي حب الخشوم وقل له من أخوك أبو تركي. أبشر نسمعها. أبشر. طيب حسين إن شاء الله إني حافظك كامل. طيب أخوي أيضا نمسي على حمد عبد الله الجبيري بالخير، وأيضا بندر الشاطري يقول نجوم الشيلات لا توقف البرنامج، أنتم الوصل بين الجمهور والشاعر والمنشدين. ما في شك حنا ما حطينا البرنامج إلا من أجل أن نكون حلقة وصل بين المنشدين والشعراء وأيضا المشاهد الكريم. في هذه سياسة البرنامج اللي حنا نتمنى أن نحقق الهدف المرجو من هذا البرنامج. طيب تفضل يا أبو. أول شيء والله كنت تستحقون الثناء، وحنا نكرر الثناء. الله يجملكم إن شاء الله ويقويكم. نجمل على كل هذه قصيدة حب الخشوم غناها محمد المنشد محمد فهد القحطاني. نعم يستاهل ابو بعد. يقول بعض المواقف تجرح الرجال وتجيب العلوم، والدرب احد يمشي الين اقصاه واللحد انقصر. الدرب ما يبغى ضعيف البصر، هزاع العزوم اللي يهرول الفسعه ويضيع حزات العسر. يا هاجسي يا صاحبي والله ماني طالب شيء معدوم، المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقف مع رفيجه. لا حضر وقت اللزوم، وقت الغناه الله يغني عنه والدنيا عبر. يا هاجسي وجه الخصوص أدق من وجه العموم، وأنا بشر وشوف الإنسان له وجهة نظر. أحد يعوم البحر واحد في البحر يعجز يعوم، اللي ما يعرف للبحر حذره لا يغرق فالبحر. يا صاحبي والله ماني طالب شيء معدوم، المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقف مع رفيجه. لا حضر وقت اللزوم، وقت الغناه الله يغني عنه والدنيا عبر. مال المواقف غير طلقين المحية والقروم، اللي الياضة قد دهر تسطي على ضيق الدهر. والصامل اللي يشتري في السوق لو غيره يسوم، والغالية يفرق في سومتها ولو زاد السعر. واهل الوفاء واللي تثنى دونها يالله جعله ما يقوم، هذاك لا تحسب عليه اللي ظهر نابع القشر. واهل الوفاء تعرف ولا فيهم علامات وسوم، وقفاتهم تنبيك عنهم كل ما شان القدر. والهرج ما يغني ولا يشبع ولا ينصر الخوم، واكبر دليل الغربة الاولى عقب ما كانت مصر. والصبر مفتاح الفرج، والعدل حلال الخصوم. والرجل يا طيبه اليمنة تحلى بالصبر، وطلبت بني عمك لا ترخص والليالي ما تدوم. ان كان ما تحرجك عطها واحتسب فيها الاجر، وبعض المواقف دونها لا يقنعك حب الخشوم. اخير من قصر المهونة عزك بوسط القبر. وبعض المواقف دونها لا يقنعك حب الخشوم، أخير من قصر المهونة عزك بوسط القبر. معك يا لين تصل عند زرقات السهوم، ما دامها ما هي معك فاضرب متاهات الخطر. والرحلة اللي كلها ذهاب ما فيها قدوم، لا تحسب اللي يودعك فيها لشوفك ينتظر. أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم، وأنا بشر وأشوف والإنسان له وجهة نظر. يا سلام صح لسانك، بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية. الله يطول في عمرك. الحقيقة يعني ما شاء الله أمتعتنا وأبدعت. الله يرفع قدرك. الله يطول عمرك. الله يرفع قدرك. طيب أخوي حاكم حياك الله. تشوف يعني الطريقة السهلة لإيصال المنشد أو كذلك الشاعر للجمهور، هل مثلا الحفلات أو الأمسيات أو يعني التسجيل في والله أنا أشوف القنوات اللي تخدم غض النظر يعني عن الحفلات وكذا، وبرضو التويتر هي اللي توصل يعني المنشد أكثر. يعني التواصل الاجتماعي هي أيضا خدمت المنشدين هي اللي خدمت. أنا أول واحد خدمته يعني ما شاء الله. أول ما بديت أنا يعني فتحت حساب على تويتر
وبديت يعني أطلع شيلاتي عن طريق الحساب. ما شاء الله. نعم. طيب وش بتسمعنا؟ الصحبة. نعم، من كلمات الشاعر مجري السبيعي. ونعم. طيب نسمع الصحبة يا حاكم. الصحبة أداء حاكم الشيباني. وإن كان مالك في بني عمك صحيب يا بس بلاي اللي ينفعك لنا ختام والله انت شوف بعار لا يحشين وتشوف شيء يضهدك ما هقيته والله انت شوف شيئا يضهدك ما هقيته الصحبة اللي ما تثبت على طيب يطيح مبنى اساسها لو بنيته وان كان مالك في حياتك تجاري درب المعرفة يتعبك لا عطيته وان كان ما عديت عشر المراجل رجم المراجل يتعبك لا رقيته وان كان مالك في بني عمك صحيح يا بس بلايل ينفعك لا نخيته والله انت شوف بعارضك لا يحشيم وتشوف شيء يضهدك ما هقيته وان كان مالك بين الاقصين صاحب اللي بدالك لازم ما قضيته تعب على صحبات حصان الاطالب الليل ضيفه فاتح باب بيته جنب عن اللي ما يعرف المواجب اللي يخيب ظنك اليا هقيته واليا فعلت الطيب لا تلحق هره سواه مع اللي لا بغيته لقيته تفعله في اللي يقريب محاضيب اللي يجازك بخطا لا نهيته عليك باهل الطيب عكفال شاني وبنادر تسمع مع الناس صيته والمرجل حظ ونصيب ودواهب ويذكر بها الرجال من عقب متى ويذكر بها الرجال من عقب متى. السلام عليك يا حاكم، بيض الله وجهك ابو صنعت. وجهك ابو محمد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابداع ما شاء الله، الصوت يتجدد والابداع يتجدد. والله اتشرف فيها يا ابو محمد. شوف الرسائل اللي جتنا في تويتر طبعا فيه من خالد بن راشد يمسي عليكم بالخير، ايضا الشاعر حسين الكايدي يقول شهادتي في الاصوات اللي مجروحه والشاعر والمنشدين، ايضا نايف بن صلال يمسي عليكم بالخير، وكذلك عبد العزيز عبد الله بن هدبة ايضا يمسي عليكم بالخير، كذلك عبد العزيز الشاطري. الحقيقه انا قلت قبل شوي جوالي علق، واحد مرسل لي قلت ترى على حساب بدر. طيب فيها طلبات على الشيلة لا تضايقني يا حاتم، هي لو بيتين اذا انت حافظ منها لو بيتين. ابشر والله ما هي مسجله لكن بجيب لنا حافظ منها. ايه اذا انت حافظ منها بيتين لو تسمنها.
جمال الله حال من قالوا تجمل ما رماها من على الجرف الهيالي ما رماها من على الجرف الهيالي أبلج لا كبرات القاله يجمل ما تركها مع مناديب العيالي ما تركها مع مناديب العيالي من والطرق على الطرق تزمل يعتني بالعلم ويشيل الثقالي يعتني بالعلم ويشيل الثقالي وسلامتك. الله وجهك. يجيك ابيض. الحقيقه الصوت انت اللي تضيف لل الله يطول اي والله يعني المؤثرات الصوتيه انت اللي تضيف لها الجمال حقيقه. الله يرفع قدرك يعني والله تشرب كلام صوتك ما شاء الله. الله يرفع قدرك. ودنا بعد تسمعنا بيتين من قصيده ثانيه اذا ممكن. احنا طمعنا فيه حقيقه ما شاء الله. ها تامر امر ما لك هم. اي والله. هذه اسرار العتب. المقطع اللي انتشر في ثلوج كوريا وراح. اللي نبيه غيب يحضر ولا غاب واللي نبي يشوفه ذبحنا غيابه عقب المواصل نلتقي مثل الأجناب وانت وانا اكثر اثنين انتشاه يا صاحبي حاسبي على بعض الاسباب اللي تفرقنا وحنا قرابه. سلامتك يا محمد. السلام عليك. اي والله وجهك الله يعطيك العافيه. حاكم عندك شيء بصوتك لو بيتين ولا ما انت حافظ؟ والله انا لو ماني بتعبان حطيتك لكن صوتي اليوم الله يعطيك العافيه. العموم انت مبدع في كل الاحوال وان شاء الله تجينا يوم ولا بمشيئه الله وقناتنا هذه ما الله يطول عمرك. فيها الظاهر قالوا ينسون ولا الشاي هو اللي يساعد على ولا ما جربتها؟ والله كويس اليانسون. ايه لان عاد اليوم ما جاب لنا انا وشاي. طيب بدر ايش بتسمعنا؟ بسمعكم الذكريات القديمة. يا سلام. هذه القصيدة هذه والله من أقرب القصايد لقلبي. طيب نسمع. يقول يا شيب عيني يلي يا للمقابيل البارحة لو النفسي حليمة مثل الفرس راحت بعد مسدف الليل خلت وراها الذكريات القديمة صمتي قهر والدمع مثل الهماليل عسى اللي يحرم خافقي للحريمة جريت من خافي ضميري مواويل وكتبت فيها من جروحي وسيمة ووقدت في ليلة مفارق قناديل ورسمت بالأفكار مشهد جريمة جرح الغلا ووراق شعري ومنديل وعين بها الهجر دمعة يتيمة نسهر على طريق لو ما بنا حيل والليل اللي في عين الأحباب شيمة يا بهجة الخفاق يا ريحة السيل وقتي قهر والقلب مثل الهشيمة واقف بوجه الوقت واحط واشيل ويا عزتي للي زمانه خصيمة ورغم الغياب المر هذه المعاديل للحين لو غابت على اشداد ريمة والله لاشرب لا نختن الفناجيل ولعيونها ما شلت هم الهزيمة ورغم الغياب المر هذه المعاديل للحين لو غابت على اشداد ريمة والله لاشرب لا نختن الفناجيل ولعيونها ما شلت هم الهزيمة انا معلك زود انا وديب الوقت مثل المهابيل والذيب لا ضاقت يذب الخريمة ولا أنا همي ونار المعاميل وليل يسريني لذكرى قديمة نسهر على طريق لو ما بنا حيل والليل له في عين الأحباب شيمة تبي الحقيقة هي غلا كل هالجيل والله ما للعمر لا غبت قيمة. السلام والله ما للعمر لا غبت قيمة. صح لسانك بيض الله وجهك الله يعطيك العافية يا محمد. طيب أخوي حاتم وش بتسمعنا الله يحييك؟ الله يسمعك العنود. الله طيب نسمع العنود الشاعر محمد بن سفيان. ونعم ومسي عليه بالخير. ونعم يستاهل. طيب نسمع العنود يا حاتم. يا مرحبا يا فرحة العين والموق يلي قدومك للبشر ما تشابه يلي قدومك للبشر ما تشابه العنود وحبها غير ما
تقويم الأهل الزين وأهل الثرابة تقويم الأهل الزين وأهل الثرابة الذوق يسمعها وهي تحكي بذوق الله يخلي حسها في خطابه الله يخلي حسها في خطابه حتى القمر يسهر عليها ومن فوق يلقى بها لغز الحلا والإجابة يلقى بها لغز الحلا والإجابة وأنا من اللي حبهم حب مرموق حبني على مر الزمن في شبابه حبني على مر الزمن في شبابه ما عاد باقي للنساباتك حقوق في قلبي انتي والبقايا ضبابه في قلبي انتي والبقايا ضبابه تغيب عن عيني وعاتبك برفوق واقول لي اسف انا بالنيابه واقول لي اسف انا بالنيابه لا تكتشف مناوشاتي مع الشوق اشواق قلبي في غيابك عصابه اشواق قلبي في غيابك عصابه عنوان قلبي الغلا فيك معشوق منزل غرامك ينتظر دق بابه منزل غرامك ينتظر دق بابه منزل غرامك ينتظر دق بابه طيب الله وجهك الله يعطيك العافية. وجهك ابيض الله يعافيك. طيب نروح لشاعرنا بدر. بدر عندي طلبات من سعود سعد المطيري وأيضا من كم طلب على شيلة أو قصيدة الغلا الجبار. الغلا الجبار نسمع الغلا الجبار. الجبار هذه شلها النجم حاتم الشاطئ ساعدني فيها حاتم إذا ضيعت منها شيء. طيب يقول ويش أسوي بالفراق اللي ذبحني نعم والعمر لا غبت عني وشبيبه يا سلام أبتسم والدمع في عيني فضحني أشهد أنك يا الغلا ما فيك هيبة ما فيك هيبة من نصحني قلت له لا من نصحني الحبيب يموت ما ينسى حبيبه باح سدي فالمودة ما يربحني يمكن ان طولت اسوي لي مصيبة من يسب الشوق لو انه مدحني يمكن اسبه ولو انها غريبة كل شيء غير بعدك ما جرحني كيف تجرح خافقي وانتهى طبيبه ارجع لقلبي وخذني واستبحني الغلا الجبار تدري ويش عيبه انها المجنون في غيابك ذبحني وانها الله يقهره ما فيه هيبة. سلامتكم. صح حسان الله يبيض وجهك. احنا بنكثر عليك اليوم الطلبات لكن ما يخالف. تحت امرك. في قصيدة الشيب سمعناها. الشيب هذه بصوت المنشد المبدع حامد الحلافي ما شاء الله مسيب الخير يعني اغلب قصايدك ماخذينها المنشد. اللهم لك الحمد توفيق من الله عز وجل. هذا دليل على نجاحك وايضا على جزالة ودليل على وفاهم وطيبهم بعد ما يحتاج اكيد. الله يطول في عمرك لكن جزالة الابيات ايضا لها دور. الله يطول في عمرك. والله اعتز بشهادتك. يقول الشيب هذا اللي تشوفه براسي من ضيق وقتي والزمن واعتلاجه فيما مضى يالله لك الحمد راسي ولدري عن القادم لكم بنت واجه تضيق بي لك النطيح متواسي واقوم وارثع والليالي ولاجه على ظروف الوقت حديت فاسي مثل العليل اللي يدور علاجه على ظروف الوقت حديت فاسي مثل العليل اللي يدور علاجه أحد يصان العوب والوقت قاسي واحد زمانه ضاح كله حجاجه واحد على هونه محنك سياسي واحد يضيع صيدته في عجاجه الله خلقني جلشانه حماسي من صغر سني واحسب انها انفراجه حتى كبرت وضاق فيني الباسي والوقت ذوقني مرارة هماجه وادركت بأن الوقت ضحك ومآسي وونستها كني على حيط صاجة بموت من ضيقي ما علمت ناسي الصبر فزعة والتشكي سماجة لكن تدري ويش يكبر براسي لا جالك المحتاج وانتهى بحاجة. يا سلام صح حسانك الله يبيض وجهك. ان عنا نحد على الغزل ويطلع بنا ها لكن ما بسامحين لك. ما عندك تسأل ايش؟ ارفع صوتك شوي. قصيدة ماني خبرها لا
اعطني ذكرني من ايش؟ ها؟ لا مالك له، هذا ما يبدو. يمكن مشتبه عليك الاسامي ابو ماجد. لا ما يبلي، ان كان لي والله ناسيها. طيب يعوضنا يا ابو ماجد واحده غيرها، هو يطلعنا من غزل وحنا بنرجعه. طيب وش بتسمعنا؟ بسمعكم غزل. اي انت نحدك عليه وتطلع الغزل. الغزل مبطي عنه لانه ما والله انكم صادقين اني مبطي على الغزل. والله انه طيب. غزل. بسمعكم غزل بس من نوع ثاني. طيب غزل فالخوي. يلا هنا. يقول لا يا الهاجي سلي سامر الليل ما نام، على الهون نفسي ما تحمل زعلها، طريق القوافي ينتظر قلب جزام، من الفكر فكرة ما تدور بدلها، قصيدة من الواقع تشابه للأحلام تشرفني ويفخر بها اللي نقلها، ولا يا رفيجي والوعد معك قدام وانا عن ظنك والمواقف لها اللي يعدن الصاحب على وقته حزام، علي الحرام مني لكبر جمالها. السلام عليك. اللي يعدن الصاحب على وقته حزام، علي الحرام مني لكبرت جملها، لك ما لك زود، لكني اللي أعدن الصاحب على وقته حزام، علي الحرام مني لكبرت جملها، اللي قمت قالوا له رفيجك لها قام، وبثني لها لاحتاجني واحتملها، لكني اللي احتجته ما تثنيها الايام، يشيل الحمول اللي اعتزيت به شلها، عسى اللي يكبون الخويلين نظام قبل لا يكبونه يعجل اجلها، بعضهم هروجه لا هرج كبر الاهرام، اللي وحيت هرجه قلت هذا بطلها، لكنك اللي احتجته يشابه للاوهام، يعود وراء ولوله ما يصلها، حكي والحكيمة والله يطول أقزام، ما يرفع مقام العالم إلا عملها، بعضهم الأيام صفحة والفعل مثل الأقلام، خذلها الزمن لو كنت ماني بلوام، ما هو ذنبي إن الوقت هذا خذلها، الأيام صفحة والفعل مثل الأقلام، وصبر نفوس طال يبحث مللها، بعضهم تزهل وارتكى وانجز الزام، وبعضهم تزهل في المواقف وكلها، بعضهم تزهل وارتكى وانجز الزام، وبعضهم تزهل في المواقف وكلها، لا صرت تقدر كرم يدين الأكرام، ولا صرت ما تقدر ما هو عيب قلها، عشان الطريق اللي مشت فيها الأقدام، وعلشان كلمة قالها ما فعلها. سلامتك. صح لسانك. صح الله يبيض وجهك ويعطيك العافية، حقيقة ما قصرت. الله يطول وامتعتنا هذا المساء. احنا تقريبا وصلنا إلى نهاية برنامجنا، بس بشوف أحد الشباب عندكم شيء بتضيفون؟ عندك في شيلة، عندك لو بيتين، عندك حاتم ولا حاكم اللي والله مثل ما قال ابو سعد خاتم بالشيء الوطني. طيب ما في مشكله، بس في شيء عندك الربع عجين على الطرب الرقص الظاهر الجديد. سمعنا لو بيتين من عندك. ايش ما طلع الغلا الجبار يا بدر؟ وش اسوي بالفراق اللي ذبحني؟ وش اسوي بالفراق اللي ذبحني، والعمر لا غبت عني وشبيبه، والعمر لا غبت عني وشبيبه، ارجع القلب واخذني واستبحني، يرجع القلب واخذني واستبحني، الغالى الجبار تدري وش عيبه، انها المجنون في غيابك ذبحني، وانها الله يقهره ما فيه هبه. لخبطت فيها لكن صح. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء، نتمنى أن وفقنا إلى تقديم ما يرضيكم عنا، فنحن إن شاء الله بنختم مع ضيوفنا بشيلة وطنية أيضا من كلمات الشاعر بدر غازي، وأداء دويتو مع حاكم وحاتم. في النهاية قبل لا نختم أحب أن أشكر ضيوفي لهذا المساء، أشكرك حاكم على تواجدك وعلى حضورك المميز. طال عمرك. الشرف. الله يعطيك العافية وشكرا لك. أيضا نشكرك أخوي حاتم، بيض الله وجهك على الحضور. وجهك أبيض، ونشكركم أنتم على الدعوة على المقام الطيب واللي يجمل واللي يرفع كل من يجي ورا. الله يطول عمرك، وهذا شرف لنا، وبيض الله وجهكم الحقيقة امتعتونا هذا المساء. جعل عمرك طويل. كما أشكر أيضا مشاهدينا الكرام الشاعر بدر غازي. شكرا يا بدر. الله يطول في عمرك. والله أنا اللي أشكركم عازين على الشكر الحقيقة. الله يرضى عليك ويبارك فيك. والله احنا اللي نشكركم على القبال الطيب، ونشكر الربع اللي حضروا عشاننا، والله العظيم انه سام على صدورنا حضوركم. الله يطول عمرك. نشكرك ابو محمد على حسن التقديم، وحقيقه من غير قصور في زملائي
انت اللي يرفع من قيمتها. الله يطول الله يرضى فيك. شهاده افتخر فيها يا بدر. الله يوفقك. شكرا على حضورك، امتعتنا الحقيقه هذا المساء انت والمنشدين. ايضا نشكر الشباب اللي حضروا معنا، ابو مفلح القحطاني وابو ماجد ناصر المطيري والشباب، شكرا على حضوركم يا شباب، الله يعطيكم العافيه. الله يطول. الله يرفع قدرك. عندك مسألة للشباب ولا شيء؟ الله يرفع قدرك. طيب إذا كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. أشكر الكل من أرسل وما استطعنا قراءة رسالته. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم ونجوم قادمين بإذن الله. تقبلوا تحياتي وتصبحون على خير. يا عاصفة الحتم يا درب الخطر، نبه يا نبه دقنا الصدر. يا عاصفة الحتم يا درب الخطر، نبه يا نبه دقنا الصدر. هذا أنا والقاف والمعنى هنا، من الوطن والله ما دور عذر. لا جرها حتم على اللحن القصير، يجاوب حاكم وكاتبها بدر، يجاوب حاكم وكاتبها بدر. الآخر في شعر حنا جنودنا دعا الموقف لنا، حنا بدت رابه الياشان القدا. المملكة عبرة وحنا رجالها، لغط رفجينا وكان فينا دجار، لغط رفجينا وكان فينا دجار. نامي على جفن المواطن واحلمي، حنا ليان انتنا بالخوي السهر. نضرب على صوت القنابل لا دوت، بعيونها نضرب متاهة الخطر. يلي تبي تصل حدود المملكة، المملكة من دونها الموت الحمر. الموت لا من غطرفت من دونها، ولا حياة الذل والدنيا عبر، ولا حياة الذل والدنيا عبر. حيا الله الموت اندعت واستنجدت، ما دامنا نلقى ثر الموطن قبر. هل يسعد زد عزنا من عزها، انا شاد هذا الفخر هذا الفخر. الوقت لا من شان جينا كلنا، يا المملكة قواتنا حزام الظهر، يا المملكة قواتنا حزام الظهر. نامي على جفن المواطن واحلمي، حنا ليان انتنا بالخوي السهر. الطايرة والمدفعية والسفن، في الجو ولا البر ولا في البحر، دام استعد نستريح وارغدي، يلي على ثراك عشنا احلى عمر. نامي على جفن المواطن واحلمي، حنا ليان امتنا بنخوى السهر، حنا ليان امتنا بنخوى السهر. لا صار على حدك ولا فيه استمال، الحمد لله وهو واجب وعز وجر. حنا بداية ربك وحنا موعدك، لا دقت الساعة ما يمنعنا الحذر. اللي ما هو جندي تجند واستعد، من روسنا اللي تطبق عز وسطر، من روسنا اللي تطبق عز وسطر. نامي على جفن المواطن واحلمي، حنا ليان امتنا بنخوي السهر. نقدم على الجبهة ولا والله نهب، نصنع له حتى ولو نطل جمر. دامك وطننا وقد عطيناك الولا، وصيرنا على ثرى ارضك كبر. دامك حويتينا وتسميتي بنا، من شان فرحتنا تسوقنا المهر، من شان فرحتنا تسوقنا المهر. وشلون ما نحمي حدودك يا وطن، نقف على شانك يا حل القدر. حنا دروع المملكة واليد اخت، رمح يكج دمنا دق النحر. عيوننا في ظل سلمان السعاد، القايد اللي نسمع في كل امر، القايد اللي نسمع في كل امر. نامي على جفن المواطن واحلمي، حنا ليان امتنا بنخوي السهر. سلمان لنا وللوطن درع حصين، حر على عرش الحكم بنو شهر. سياسته لا شك من قطعة نظير، هو والجنود الوطن وبكل فخر. ولي عهد مقرنا الكف اليمين، وقفة اسد لزت فهد هدت صقر، وقفة اسد لزت فهد هدت صقر. والنايب الثاني محمد درعنا، ابن المحنك حي عينه لا ظهر. قادتنا وحنا امتثلنا لامرهم، لنا باليسر ولا بالعسر. عاش الوطن حنا دفاعه والجنود، وزينا محمد دفاع من تصر.
يا عصفات الحزم لبنا النداء